خلاص الطاره خلصت اهي واتقفلت. قفلنا الكاوتش بتاعها اهو، قفلناه فيها. عندنا طبعا كادر قديم اهو، هنجرب عليه كده. دي اول تجربه للعجلتين، انا بعملها للعجله الشقيه ام 3 عجلات. دي ناس طلبوها كتير لان الطارات دي بتتعوج منهم والسلوك بتتقطع زي دي كده. عاوزين طارات جامده تستحمل معاهم، هتعيش العمر ان شاء الله. انسى اللي يحصل لها حاجه، خبطت عمرها ما تتعوج. هنركب الطاره قدام هنا ونوريها لكم برضو وهي راكبه. خلاص احنا ركبنا الطاره قدام اهي. زي ما قلنا لكم الطاره اللي قدام دي تركب ورا عادي، عاملين حساب السيستم اهو عشان لو عايز تركبها ورا. تمام. وعاملين حساب الاسطوانه بتاع الفرامل اهي، تركب في المسامير دي زي كده، مركبينها ورا برضه اهي. دي الاسطوانه بتاع الفرامل اهي. دي الطاره اللي ورا. ده السيستم طبعا راكب اهو. ده اول مره نجربها على عجلتين، انا بعملها على طول للعجله اللي هي ال3 عجلات اللي هي بتاع المصايف. فناس كتير طلبوا مني العجله دي الطاره دي لان الطارات بتتعوج منها. هنجربها على كادر قديم زي ده، ولسه طبعا هتشطب تشطيب لوكس، هتتفرج عليها بعد التشطيب. لسه هتترش وتتمعجن، هيبقى شكلها احسن من كده. لف العجل كده، شكله جميل اهو ما شاء الله. معاش تلف اللي ورا خلاص. اهو هنوريها لكم برضه وهي ماشيه. اقلب يلا. دي اول تجربه ليها، ان شاء الله هتبقى خفيفه. يا سلام، خفيفه ها. طبعا ناس كتير هيقولوا عشانها حديد هتبقى تقيله، لا بالعكس ده هتبقى اخف من الطارات العاديه. اهي وشكلها جامد كمان، لما تترش هيبقى شكلها احلى من كده. ان شاء الله هتبقى جميله. لسه برضو التشطيب هيعمل فينش اعلى من كده. طارات حدادي استحاله هتتعوج منك تاني. اهي حطينا على عجله قديمه نجرب عليها. لسه بقى التشطيب ان شاء الله. انا طبعا منزل تصنيع عشان الناس اللي عاوزه تصنعها. اهي ان شاء الله مطلوب مني طاره من ديتي هتروح الصين عشان يعملوا طارات زيها حديد. ان شاء الله هتكون نازله مصر قريب باذن الله. هم طالبين مني طلبيه زي ديتي يعملوا زيها. طبعا هناك مش هتكلفهم كتير عشان دي بلد التصنيع. انا بعت لهم طاره من دي يعملوا عليها. وشكرا.